يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. من اللي قال إن إحنا كل يوم نسأل نفس السؤال؟ مش هنسأله خالص في بيتنا ده نهائي، لأن هي في الآخر إمكانيات. يعني إيه حد يجي يقول لي هناكل إيه ولا أنا أقول لهم عايزين تاكلوا إيه؟ مش هي في الآخر إمكانيات المطبخ بتاعي، إذا كان بقى دواليب المطبخ ولا الديب فريزر ولا حتى التلاجة. فبالتالي محدش يسأل السؤال ده، وأنا كمان مش هسأله. طب نفرض إن حد قال لي عايز كباب ولا كفتة ولا فرخة مشوية، هو أنا عندي ولا اللي عندي هو اللي هيطلع؟ اكيد اللي عندي هو اللي هيطلع، بس اللي انتوا نفسكوا فيه هعملهولكوا. انتوا قولوا بس طبعا مش حالا. اذا كان موجود هنعمله، مش موجود هنستنى عليه شوية صغيرين لحد ما اقدر انزل اجيبهولكوا وابتدي اعمله. لكن غير كده، اللي عاوز حاجة ممكن يجيب لي الامكانيات بتاعتها وانا اعملها له وعناية ليه. لكن طبعا هي في الاخر مش اجبار، هي عشان هو مصروفه بتحكم فيه. فعلى قد اللي عندي وعلى قد اللي موجود انا هعمل. اي نعم انا عايزة منكم شوية افكار، بس الافكار دي ممكن ما تناسبنيش وممكن كمان تزعلني، لاني مش قادرة اقوم بالدور بتاعي وان انا اعمل اللي انتوا نفسكوا فيه. بس مفيش مانع ان احنا كل واحد يقول اللي نفسه فيه، ومع الوقت نقدر نعمله. اما حالا طبعا ده امكانيات كل حد فينا، وطبعا لازم نفهم ان دي امكانيات التلاجة بتاعتنا، هي فيها كده وهو ده اللي يطلع. ومع بعض هناكل احلى لقمة مع بعض. وعلى فكرة، ان انتوا نفسكوا فيه انا هعملهولكوا، وكل يوم هعمل صنف غير التاني. اي نعم انا بحتاج منكم شوية افكار، بس في الاخر مش هي اللي هتمشي، لان في الاخر هنطلع باللي موجود. وانا عينيا ليكوا طبعا، واعمل لكم واعمل لكل واحد فيكم اللي نفسه فيه، بس واحدة واحدة. فسامحوني ان انا مش هقدر اسمع كلام كل واحد، لان كل واحد ليه رأي، اللي عايز فراخ ولا عايز سمك ولا عايز لحمة، فكل واحد واللي رأي. انا هسمع منكم وهرتب اموري وهرتب المصروف بتاعي، علشان على اخر الشهر كده نكون عملنا كل اللي نفسنا فيه. وكمان اللي انتوا مفكرتوش فيه انا كمان ممكن اعمله لكم، لان انا اللي عارفة اتحكم في المصروف، وده غصب عني. لكن انتوا رأيكم على عيني وعلى راسي، انتوا عيالي وحبايبي، وطبعا كل اللي نفسكم فيه اقدر اعمله لكم، بس اصبروا عليا واحدة واحدة. وبعدين خلاص انا عارفة كل واحد بيحب ايه وبيبقى نفسه في ايه. انا هعمل الاكل اللي كلكم تكونوا راضيين عنه، علشان كلكم تتجمعوا كده حواليا وكلكم تكونوا مبسوطين. ودلوقتي الافكار بقت كتير قوي، وكمان العيال نفسها في حاجات كتير قوي. بس طبعا انا برجع للي انا عاوزاه، مش اجبار زي ما احنا قلنا، بس ترجع للامكانيات. ولازم برضه تفكري معاهم كويس ان الاكلة اللي هي بيحبوها ممكن تعملي فيها اشكال والوان، يعني ممكن تغيري فيها على قد امكانياتك انتي علشان تطلعي احسن حاجة، وتغيري لهم كمان انواع الاكل اللي موجودة. وحاولي طبعا تدخلي كل يوم والتاني الخضار وبعدين اللحمة والفراخ، والحاجات دي كلها لازم تدخليها. يعني انت اللي هتقدري تقيمي امورك كويس قوي، وانت اللي هتخليهم يكونوا دايما في هنا وسعادة.